تصريح ناري ومزلزل من الكابتن محمد أبو تريكة عن منتخب المغرب والركراكي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو الجديد. قبل ما نبدأ ما تنساوش تديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتخليوا تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كابتن محمد قال باش المنتخب المغربي يقدر يربح الكأس بعد الفوز بالمباراة الأولى، الأداء لا يتحسن من مباراة لمباراة. المباراة الأولى ديال البطولة كتكون دائما معقدة، المباراة ديال الافتتاح، وأهم حاجة فيها هي الفوز، ولكن من الناحية الهجومية خصها تتحسن بشكل واضح ومؤثر. اللاعبين اللي في الهجوم حتى وملامحهم كتوضح أنهم ما راضينش تماما على الأداء ديالهم، وهذا الشيء مهم جدا باش نطوروا الأداء في وسط الملعب ونخلق تحركات هجومية منظمة وفعالة. وليد حسب تحليل كابتن محمد ما عندوش تصور كامل على الثلاثي الهجومي في الوقت نفسه، وما يمكنش نعتمدوا على هذا الأسلوب في بطولة مجمعة. خاصنا نعرف اللاعبين اللي غيلعبوا من الأول حتى للنهائي، والتغييرات تكون فقط للضرورة، إصابة أو ظرف طارئ. أيوب هو الخيار الأمثل بالنسبة للخط الأمامي، الأداء دياله غيتحسن بزاف مع التحرر وبدون الضغوط ديال المباراة الافتتاحية. المغرب غيتطور مباراة بمباراة، وكل مباراة كتزيد تجربة وخبرة للفريق، وكتخلي اللاعبين متعودين على الضغط والتحدي. حتى اللاعبين اللي ما بداوش من الأول كيكونوا إيجابيين وكيحافظوا على الحماس والرغبة في اللعب حتى من اللي كيدخلوا من على دكة الاحتياط. محمد عنده تقنيات خاصة بمنطقة الجزاء كي يحفظها وكيعرف يختار الطرق السريعة للوصول للمرمى، وكيقدر يتخذ القرارات الصحيحة في اللحظات الحرجة. القرار دياله سريع وحركاته الفنية ممتازة، وحتى في ظروف صعبة بحال المطر والملعب الزلق كيحافظ على توازنه وكيقدر ينجز الفرصة. الهدف ديال أيوب الكعبي كان خرافي واستثنائي، هدف كي ذكرنا بالهدافين الكبار في كرة القدم العالمية، وكي يبين الخبرة الكبيرة دياله في التسجيل سواء في المنتخب المحلي أو الأول، وحتى مع الأندية اللي لعب فيها. أيوب عنده خصائص كبيرة كتميزه: التحكم بالكرة، الرشاقة، التوقع السريع للحركة، والتسديد بدقة عالية، وهذا اللي كيعطي الفريق ثقة كبيرة في الهجوم. هذا اللاعب دائما إيجابي داخل المجموعة، كي يساعد المدرب وكيعطي روح الفريق، وكي يخلي أي لاعب آخر على أرضية الملعب مرتاح ومستعد يعطي أفضل ما عنده. دور الحارس في المباراة كان مهم جدا، بوجود فيفرا التصديات دياله كانت سبب مباشر في بقاء الفريق متقدم والحفاظ على النتيجة. بين الشوطين المدرب وليد طلب من اللاعبين التواجد بشكل صحيح في المناطق الخطرة، وهذا اللي سهل تسجيل الهدف الأول، حيث شفنا تواجد 4 لاعبين في المكان المناسب، وهذا ساعد دياز يسجل الهدف بكل حرية. أيوب الكعبي حسب كابتن محمد عنده مهارات كبيرة في التهديف، دوبل كيك، التمركز الصحيح، التوقع السريع للحركة، واختيار أفضل الزوايا للتسديد. هذه المهارات جعلت منه لاعبا مؤثرا على أرضية الملعب، وأي هدف يسجله كيعطي الفريق دفعة معنوية قوية، خصوصا في المباريات الصعبة. اللاعبين الاحتياط حسب تحليل كابتن محمد كي يلعبوا دور كبير في التحفيز، وكي يساعدوا على إدخال إيقاع جديد في المباراة، خصوصا بعد تسجيل الأهداف. حتى القرارات اللي كياخذها المدرب بين الشوطين أو أثناء المباراة كتكون دائما مدروسة بعناية باش نستغل كل دقيقة لعب للحد الأقصى. التغييرات اللي دارت في الدقيقة 71 كانت ذكية بزاف، استغلينا كل دقيقة في المباراة، وحتى اللاعبين اللي دخلوا أعطوا الفريق طاقة جديدة. التنظيم الدفاعي والهجومي ديال الفريق كان ممتاز، وكل لاعب كيعرف الدور دياله بالضبط، وهذا اللي كيعطي الفريق قوة وثقة في المباريات المقبلة.
الفريق كامل خدام بروح عالية، واللاعبين كي يتابعوا تعليمات المدرب، وهذا اللي كي يعطيهم الانسجام والتناغم في الملعب. أيوب قال بعد المباراة: كنشكر الجمهور المغربي اللي حضر وساندنا، والأمير ديالنا مولاي حسن. الهدف ديالنا كان هو تحقيق 3 نقاط في المباراة الصعبة، والحمد لله حققناها. أيوب أضاف: إحنا عيلة واحدة مع الكوتش، ونتبع التعليمات دياله، ومبروك علينا 3 نقاط مهمة. هذا الفوز كي يخلق الثقة في اللاعبين، وكي يزيد الجمهور حماس، وكي يخلي الفريق مستعد للمباريات المقبلة بكل جدية وطموح. كابتن محمد ختم بالقول: النتائج المقبلة إن شاء الله غادي تعطينا التفوق في الأداء وكذلك في التنافسية، وكي يخلي اللاعبين مستعدين لكل الأدوار اللي جاية باش يكونوا جاهزين 100%. إذا عجبتكم التحليلات والتصريحات ديال كابتن محمد وأيوب الكعبي، ديروا لايك للفيديو وكيتبوا في التعليقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغادي نجيب لكم المزيد من التحليلات الحصرية إن شاء الله.